السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع محمود فهمي من جمهورية مصر العربية، محافظة الجيزة، منطقة بلاد دكرور الصين الشعبية. أهلا بكم في فيديو جديد جاي أتكلم عن الجمل اللي هو رمز للجمل، الجمل المصري اللي كانوا بيسافروا بيه السعودية، من مصر للسعودية. عفوا، كان الجمال كانت بتاخد معاهم مش أقل من 3 أشهر، مش أقل. الكاميرا تبعد شوية وكبر برضو، مش أقل من 3 أشهر. يعني كانوا عشان يسافروا على الجمال يعني بياخدوا مش أقل من 3 أشهر. وحدوا الواحد يا جماعة، وصلوا على حضرة النبي محمد. معلش بقى أنا شكل النهارده كده يعني عشان الشغل الجديد ده، عشان خضري هيتكلم عنها برضه. طبعا الجمل ده معمول رمز للجمل، واحنا قلنا عفوا ان الجمال دي كانت بتسافر من جمهوريه مصر العربيه للسعوديه مش اقل من 3 اشهر، اللي هم الحجيج، اللي هم الحجاج. عفوا يا جماعه، وحدوا الواحد يا احباب سيدنا النبي. احنا كلنا يا جماعه، الكاميرا معايا هنا في وجهي وتنزل برضه على الشغل. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث فينا سيدنا محمد. ان عارفين القصه بتاعت الجمل اللي جري من صاحبه وراح لحضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، يعني صاحبي مجوعني، واشتكى حاجات لسيدنا النبي، وسيدنا النبي يعني كلم الراجل صاحب الجمل، والراجل وعد سيدنا النبي ان هو مش هيجوع الجمل تاني، ولها قصه. فبالله عليكم يا جماعه، يعني لو واحد عنده حصان او عفوا يعني اي حيوانات يعني بدون تسميه كده، ما يعذبهاش يا سيادنا. مش معقوله ان انا اكون يعني معايا حصان عربيه كر ولا غير عربيه كر، وعليها 600 انبوبه او اكتر واقل، ربنا يعين الجميع على اكل العيش، ويدان بالكرباج يضرب الحصان او عفوا الحمار. وانا مش عايز اقول كلمه الحمار يعني عفوا، ولكن عادي، هي كلمه عاديه. بالكرباج يدان يضرب الحمار ويدان يضرب الحصان. يا سيادنا الكاميرا في وشي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ان يعني وصى الحيوانات الرفق بيهم. سيدنا النبي وصى على الحيوانات والرفق بيهم، واللي مش مصدقني يرجع عند العلماء الازهر يا جماعه. طبعا نقول لو في حيوان ضار او ارجع للعلماء، قول شوف اموته ازاي، اعامله ازاي. تحوش رزق الكاميرا يا حبيبي، معلش لو تعبان ريح سنه. اشوف اعامل الحيوان ازاي، اموته ولا اموتوش، اللي هو الضار اللي هو هيأذي او المؤذي، ان كان عفوا كلب او قطه او الى اخره. بس انا جاي اتكلم على الجمل المصري. الشغل ده يا جماعه اللي امام حضراتكم ده اتعمل رمز للجمل المصري، اللي هو كان بيسافر من السعوديه ايضا، بيسافر ايضا من مصر للسعوديه في 3 اشهر. اوعوا تنسونا في الاعجاب والاشتراك يا جماعه. احنا بنتكلم على الزمن القديم والزمن الجميل. يعني يا جماعه زمان كانت الناس تعبانه، بس ببركه الله سبحانه وتعالى. يعني حتى الناس كانت في الزمان ما كانش فيه ميه في البيوت، كانت بتجيب الميه من البحر كانت بلاص نحاس او بلاص فخار او الى اخره. يعني انما ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كرم الانسان ونعمه. من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا فضل القمر والشمس والكواكب لاجل الانسان. القمر بتنور لمين يا جماعه؟ عشان خاطر الانسان. الشمس خلقها لمين؟ للانسان. النجوم لمين؟ للانسان. والله الواحد لو صلى 1000 ركعه لله عز وجل والله ما يكفي شكره. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تعدوا نعمة الله ولا تحصوها. يعني لو نظر بس عين من عينك، دي نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى. ايدك اللي بتتحرك دي، راح منك مالك، ربنا هيعوضه. كان ليك ابن وتوفى، نسأل الله العلي العظيم يجعلك من الصابرين. نسأل الله العلي العظيم ينور قبره. امك ماتت، ربنا يرحمها. صحيح ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ماتت الذي كنا نرزقك من اجلها فاعمل اليوم عملا صالح نرزقك من اجله. رب العزه بيقول كده وبالوالدين احسان. انا كنت راكب يعني ايضا مع عفوا يا جماعه مع سواق تاكس، فالراجل وانا جاي معاه من وسط البلد لمنطقه بلاد دكرور، بروح يوم واحد بس ابيع فيه، يوم واحد بس. نسال الله العظيم رب يبارك في اليوم يا رب. فالراجل يعني لقيته يعني بيبكي، فبقول له ماذا يبكيك؟ يعني جبتها له بطريقه كده يعني حلوه. قال لي امي عندها السكر ومن وقت للتاني بينضفوا لها يعني الجرح، والجرح يعني ايه من الامراض يعني المزمنه. فالراجل قال لي ادعي لوالدتي
ان ربنا يجعلها من الصابرين ويشفيها. ويا جميع، وانا بسال جميع المشاهدين يا رب، نسال الله العلي العظيم ان يشفينا ويشفي كل مريض يا جماعه. نسال الله العلي العظيم ان ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا جماعه. وانا بقول للساده المشاهدين يا جماعه، يعني بالله عليكم ادعوا قولوا امين. نسال الله العلي العظيم ان يشفينا ويشفي كل مريض. الكاميرا معانا هنا في عجاله سريعه. اللي امام حضراتكم ده اللي انا ماسكه، اللي هو في يعني اللي في ايدي ده، عفوا، النحاس ده قديم. قال لك ان زمان والله اعلم واعلى الراجل اللي هو كان بيبيع الحلاوه اللي احنا اطفال صغيرين كنا بنشتريها اللي في اكياس، كان بيزمر بيها. وقال لك تاني ممكن يكون بروج صغير، بس هو يعني قديم وانتيكه من الزمن القديم والزمن الجميل. اوعوا تنسونا في الاعجاب. الخوصه اللي هي عفوا في الاعلى، نسال الله العلي العظيم يا رب ان ربنا يرفع حسناتنا لله الواحد الديان ويبعد السيئات عننا يا جماعه. قولوا امين، قولوا امين يا رب. الخوذه دي اللي كانوا بقى بيلبسوها ايام ما كانوا مسافرين بقى السعوديه، ايام الحجيج، او كانوا اللي كانوا بيحاربوا فيها، او عنتر بن الشداد والى اخره. وفي واحده ثانيه ايه كمان، وحاجات من زمن فات. الله اكبر على جمهوريه مصر العربيه. اللهم صل وسلم على المبعوث فينا سيدنا محمد. حاجات من زمن فات. الجبل ده انا جبته ليه؟ ده رمز. وانا قلت لكم القصه بتاعت الجبل الحقيقي اللي اشتكى لحضره النبي ان صاحبه بيضربه بيجوعه، والراجل وعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرم الجمل بتاعه. فبالله عليكم يا جماعه، اللي عنده جمل او حصان، او اللي يقدر يعني ياكل قطط في الشارع او في اي حته، القطط اللي هي الضاله يقدر يجيب لها اكل وشرب، بالله عليكم توجه ربنا سبحانه وتعالى اطعموهم واكلوهم. ربنا سبحانه وتعالى، الكاميرا لو سمحت فوقي وما تهزش. ربنا سبحانه وتعالى رب العزه بيقول من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. ربنا سبحانه وتعالى، الله اكبر على العزه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الا بذكر الله تطمئن القلوب يا جماعه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وما دبت على الارض كمان يا جماعه، وما دبت على الارض الا وعلى الله رزقها. بس انت لو عندك قطه جنبك او عندك حيوان او عندك ما عرفتش تتعامل راجل الله تعالى، بالله عليكم ما تنسوا. لقيته راجل بيضرب الحصان بتاعه بطريقه غبيه، قولوا له اتق الله. والله سمعت على ايام الملك فاروق فؤاد كان اللي بيضرب حمار او حصان كانوا بيركبوه مكانه كانوا بيضربوه. والله اعلم واعلم. اللي عنده حصان او حمار يا جماعه او حاجه زي كده يا جماعه يحافظ عليه، لانه طبعا ده سبب لرزقه. عفوا، هو ربنا الرزق ولكن جعله سبب. ما ينفعش يا جماعه ان احنا يكون عندنا حصان، او انا بكلم الناس اللي عندها مصر حصان او ان كان حمار او حاجه زي كده، عفوا، وان هو يحاول انه يضرب فيه. احنا قلنا ان الجمل جري وراح لحضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، صاحبي بيضربني ومجوعني والى اخره. فالراجل جاب يعني الراجل قال له: يا راجل، الجمل نفعك والى اخره، ليه بتضربه؟ فالراجل وعد حضره النبي ان هو مش ما يضربش الجمل تاني. وده رمز يا جماعه للجمل المصري للمصري، والحاجات دي للبيع، والحاجات دي للبيع. الله اكبر عليك. كنت بتكلم عفوا بالامس، يعني الامس القريب، على الشاشه النحاس اللي طولها 2 متر و10. وان شاء الله رب العالمين يا جماعه، يعني بمشيئه الله تعالى هيبلغنا شهر رجب قريبا قريبا قريبا. اوعوا تنسوا المساكين والفقراء في شهر رجب وشهر شعبان والشهور الجميله الحسنه ب10. اوعوا بقى تنسونا في الاعجاب والاشتراك. كنتم مع محمود فهمي من منطقه بولاق الدكرور، الصين الشعبيه، جمهوريه مصر العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.